ليه بحب فيتامين سي ودايما بكتبه للعملاء بتوعي ولازم ياخدوه؟ انا دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه واخصائيه تغذيه علاجيه وهيلث كوتش. لو حابه تشتركي معايا وتتابعي عشان تعملي فورمه جامده وتعرفي علاقتك بالاكل صحيه ولا لا وتعالجي اضطرابات الطعام، هتستفيدي جدا. ابعتيلي رساله على واتساب او على انستجرام او سيبيلي كومنت هنا وهتواصل معاكي. تعالوا بقى كده نتكلم شويه عن فيتامين سي. فيتامين سي مبدئيا هو فيتامين موجود عادي خالص، بس هو بيدوب في الميه وبيتكسر بسرعه جدا 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 جدا. بس هو من اهم الفيتامينز اللي ممكن ان انت تاخديها او تكون في السبلمنتس بتاعتك. اول حاجه يا جماعه، اول هام في فيتامين سي ان هو مضاد اكسده جبار. يعني ايه مضاد اكسده؟ الاكسده دي هي اللي خربانه، الاكسده هي اللي بتخلي وشي غامق، الاكسده اللي بتخلي مفاصلك توجعك، بتخليكي مش مركزه، بتخلي جسمك بيلتهب بسرعه، هي اساس بتضعف مناعتك، هي حاجه كده خراب بتخش الجسم تخربه حرفيا. فانا لما باجي اخد فيتامين سي من بره من مصدر محترم كده 500 فيتامين سي 500، بلاقي ان اللي بيحصل ان انا بيبدا يتحسن عندي موضوع الاكسده ده، بتقل جدا لان هو مضاد اكسده قوي جدا، بيقوي المناعه، بشرتك بقى تنور، مفاصلك ما توجعكيش، تحسي ان انت مصحصحه وفايقه بنسبه كبيره جدا. تاني حاجه فيتامين سي كمان بيعملها انه بيساعد في امتصاص الحديد. انت لو جيتي تاخدي اي حديد، لو حد بياخد فيروجلوبين او ايا كان نوع الحديد اللي بياخده، هيلاقي دايما معاه فيتامين سي لانه بيساعد في امتصاص الحديد. فانا لما باخد فيتامين سي بنسب كويسه، باكل اكل فيه حديد، بيبدا الجسم يستفيد منه اكتر، فبالتالي بيقلل الانيميا. تقليل الانيميا، اعراض الانيميا بقى البشره الشحبه، الشعر اللي بيقع، عدم التركيز، كل مشاكل الانيميا هلاقيها ان هي بدات تتحل. تمام. ومن مشاكل الانيميا على فكره لو زادت قوي ان هي بتعمل مشاكل في القلب، فهلاقي كمان صحه القلب اتحسنت. في دراسات كتير اتعملت لقوا ان فيتامين سي ليه علاقه بانه بيظبط الضغط. يعني لو حد ضغطه عالي وخد فيتامين سي ده بيحسن جدا من ضغطه، مع طبعا دواء الضغط. النقطه اللي بعد كده لفيتامين سي انه كمان بيحسن جدا من امتصاص الكولاجين في الجسم للبشره او للمفاصل. نقطه الكولاجين دي نقف عندها شويه يا جماعه. احنا من بعد ال 25 بيبدا انتاج الكولاجين في جسمنا يقل. تمام. فبنبدا نبقى محتاجين مصدر خارجي للكولاجين، او محتاجين نعمل حاجات تقوي انتاج الكولاجين او تحفز انتاج الكولاجين في جسمنا. حاجات يعني حتى لو هنتكلم مثلا عشان بشرتنا وكده، تلاقي بنات بقى مثلا بتروح تعمل ديرما بيبداوا مثلا ان هم يستخدموا ريتينول، يستخدموا فيتامين سي او ايا كان عشان خاطر نحفز انتاج الكولاجين في البشره. بس دايما الحاجات الخارجيه الفايده منها بتكون مش بقدر الحاجات الداخليه. فانا لما باخد فيتامين سي بيحفز انتاج الكولاجين في البشره، بيحفز انتاج الكولاجين في المفاصل. دي حاجه انا شخصيا جربتها. يعني انا في اخر الفيديو هقول لكم تجربتي مع فيتامين سي والحاجات اللي هو فادني بيها وعملها. النقطه اللي بعد كده كمان ان فيتامين سي بيقلل من خطر الاصابه بالنقرس. لو حد عنده نقرس او كده، فيتامين سي بالفعل بيحسن جدا من مشكله النقرس دي. عيب فيتامين سي الوحيد اللي هو بيخليه ناس كتير بتخاف ان هي تاخده ان هو بيعمل حصوات على الكلى، لانه بيكون الاوكزاليت. الاوكزاليت دي بتزود املاح الكلى. لو حد عنده حصوات على الكلى او عنده املاح على الكلى خد فيتامين سي فعلا هيحس بتعب كبير جدا. فانا لما بتجيلي عميله عندها حصوات او املاح على الكلى بنشتغل على ان احنا نعالج الاملاح دي، وهعمل لكم حلقه عن علاجها لان اغلب الادويه بتاعه الكلى ناقصه، وهعمل لكم حلقه عن ازاي تعالجيها بالتغذيه وبالميه وهكذا يعني. بس لما بتجيلي بقى عميله عندها حصوات على الكلى او املاح على الكلى، ما برضاش ان انا اديها فيتامين سي عشان خاطر ما ياثرش على املاح الكلى. طيب لو انت اصلا عندك املاح على الكلى وانت بتاكلي بقى حاجات مسكره كتير وبتشربي بقى بيبسي وعارفه اللي هو انت طايحه كده في الدنيا، فاكيد الاملاح مش هتتحل يا جماعه. وحتى لو انا بقول لك فيتامين سي مفيد وكده، فلو انت برضو بتاكلي اكل مش صحي مش هيديكي النتيجه اللي انت متخيلاها. يعني دايما احنا بنحط السبلمنت ده حاجه موجوده اوكي، بس احنا بنعمل الحاجات الاساسيه اللي تخلينا نحافظ على صحتنا. لو انت بقى عالجتي الاملاح او انت ما عندكيش املاح، فبس كل اللي مهتمين بيه ان انت تشربي ميه كفايه وتنضفي اكلك، ما تاكليش سكر كتير، لان السكر العامل الاساسي لتكوين الحصوات على الكلى او لتكوين الاملاح على الكلى. وشراب الذره بقى والحاجات اللي بتبقى موجوده في المشروبات الغازيه والعصاير والحوارات دي كلها برضو من الحاجات اللي بتسبب بسهوله قوي ان يتكون حصوات على الكلى او املاح على الكلى.
بالنسبه بقى لموضوع الفيتامين سي، تجربتي هقول لكم بس الاول مع عميله كده بقالها بالظبط كانت معايا يومين بالعدد. فالمهم لقيتها بتقول لي هو فيتامين سي اللي انت مديهوني بيعالج حمو النيل. فقلت لها هو بيقوي مناعه الجسم فاكيد هيعالج حمو النيل. قالت لي انا حمو النيل بتاعي اختفى من جسمي تماما في يومين بس حرفيا. تجربتي انا بقى مع فيتامين سي، انا كان وشي بيأكسد جدا 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 بمجرد ما بنزل الشارع، يعني في البيت بيبقى منور اول ما انزل يطفي. لما بدات اخده الموضوع ده اتحل تماما. لما بدات اخد فيتامين سي كانت ركبي بتوجعني، الموضوع ده اتحل تماما. شعري انا شعري اسود، فكان بدات احس انه بيفتح او مش بيلمع كده باهت. فيتامين سي عشان باخده عشان فيه مضادات اكسده قللت الموضوع ده تماما. مخلي عندي كده طاقه. عارفين اللي هو شعور انك تحس ان جسمك بينضف؟ انا حاسه بالظبط بالشعور ده. فانا بجد يعني من اكتر الحاجات، انا كان على فكره في وقت لما كان عندي الاصابه وكنت باخد كورتيزون وكده كان اتكونت عندي املاح على الكلى، مش بسبب الكورتيزون لكن بسبب الاكل الغير صحي اللي كنت باكله في الوقت ده يعني. فلما كنت ساعتها باخد فيتامين سي بجد كانت كليتي بتوجعني. عالجت الموضوع تماما دلوقتي وظبطت اكلي وظبطت حياتي وحالي وكده. فبجد والله فرق جدا وكليتي متوجعنيش لاني بشرب ميه الحمد لله كفايه واكل صحي، فالموضوع ماشي معايا يعني. يعني نصيحه من اخت بعيدا بقى عن دكتور التغذيه او اي حاجه، دخلي فيتامين سي في روتينك، بس اهم حاجه زي ما قلت تكوني اصلا بتاكلي اكل مفيد واكل صحي يساعدك. ما تبقيش خاربه الدنيا وتقولي انا هاخد مضاد اكسده يظبط لي الدنيا، مش هيظبط حاجه يعني. تمام. وبس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش تسالوا عن عروض المتابعه يا جماعه، بجد اي حد تابع معايا المتابعه معايا مختلفه تماما وانا واثقه في ده، لاني بعلمك ازاي تبني لايف ستايل صحي، مش بس في حته الاكل والتمرين لكن في شكل الحياه بشكل عام. ازاي تحطي هدف وتمشي عليه عشان تعالجي الجوع العاطفي، ازاي تهتمي بطاقتك النفسيه، حاجات كتيره قوي بنناقشها. فبجد استفيدي من العروض اللي انا عاملاها، لان انا لغايه دلوقتي ما غليتش الاسعار، فالحقي استفيدي قبل ما اغلي يعني. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.